أهلا بكم في برنامجكم مرشد سياحي، حيث نأخذكم في رحلة سياحية جديدة إلى متحف القطن داخل المتحف الزراعي. صدر قرار مجلس الوزراء في 21 من نوفمبر عام 1929 بإنشاء المتحف الزراعي بالدقي، والذي افتتح رسميا في عام 1938 ليكون باكورة لعدد من المتاحف الزراعية. وينفرد المتحف الزراعي عن متاحف العالم بما لديه من أندر مجموعات أثرية زراعية متكاملة تحكي قصة تطور الزراعة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث في القرن التاسع عشر الميلادي. وتجسد مقتنيات متحف القطن بالدقي تاريخ محصول القطن وما بذله الإنسان المصري من جهود متواصلة لتأكيد مكانة القطن المصري على الصعيد الدولي. ويتميز هذا المتحف بوجود أندر مجموعة للأصول الوراثية للأقطان المصرية والأجنبية. وقد جهز هذا المتحف بأحدث وسائل العرض، وبه دائرة تلفزيونية مغلقة وبث سمعي ومرئي. وهذا المتحف يتكون من طابقين. وفي مرشد سياحي وبجولتنا داخل متحف القطن نشاهد هذا التراث المصري القديم والإنساني العالمي، حيث يلقي لنا الضوء على الزراعة والمجتمع الريفي والصناعات الزراعية وتربية الحيوان في مصر القديمة. وهذه الريادة الحضارية المصرية لدول العالم جعلت مصر تفيض خيرا وعلما وحكمة. كذلك يقدم متحف القطن بالدقي العون والمساعدة لكل من يحتاج إلى المساعدة في مجالات البحوث والإنتاج والتسويق والتصنيع. وقد كانت مصر في كثير من العصور صومعة العالم القديم وسلة خبزه وغذائه. ويقدم متحف القطن الموجود داخل المتحف الزراعي بالدقي عرضاً لمساحات الأراضي المصرية المنزرعة بأصناف القطن المصري منذ عام 1925، كما تبين الخرائط واللوحات المختلفة نشأة أصناف القطن المصري التي ظهرت منذ عام 1818 والبرامج المختلفة لإنتاج أصناف القطن الجديدة، وكذلك مساهمات علماء مصر في تحسين صفاته.
وفي جولتنا السياحية داخل المتحف نستعرض محتويات ومقتنيات تضم مجموعة نادرة من الأصناف الأجنبية للعديد من الدول التي كانت تزرع القطن منذ عام 1934. وأهم هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الهند، اليونان، السودان، والعراق وسوريا وغيرها. كما تعرض لوحات مضيئة لمختلف المراحل التي يمر بها محصول القطن من زراعة وصناعة وتجارة. ويعتبر الوالي محمد علي باشا أول من نظم زراعة القطن بالقطر المصري، وله الكثير من الأوامر العالية الصادرة منه إلى حكام الأقاليم، وتتناول تنظيم زراعة القطن والنهوض به. ويضم المتحف هذه اللوحة لتصدير القطن المصري إلى دول العالم عام 1933، حيث احتلت أصناف القطن المصرية مكانة عالية بين دول العالم بفضل جهود علمائها ومزارعيها التي ربطت هذا المحصول بأرضهم الطيبة. متحف القطن الموجود بالمتحف الزراعي بالدقي يضم 10 صالات رئيسية للعروض المختلفة تمثل القطن تاريخ وزراعة وصناعة وتجارة، حيث لم يكن القطن بالنسبة للفلاح المصري مجرد محصول كغيره من المحاصيل الزراعية، بل إن هذا المحصول لعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والسياسية بل والثقافية لبلادنا.